تحياتي يا أحرار العالم، السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. طبعا عم بحكي عن مين؟ على الفنانة المؤيدة لبشار الأسد سلاف فواخرجي، التي هربت في نفس يوم هروب بشار الأسد، يعني يمكن بينهم وبين بعض ربع ساعة، 10 دقائق، نص ساعة، هو من طريق حميميم، هي من طريق لبنان. مو هاي القصة، مو هذا الموضوع. حنعطيكم بس نبذة صغيرة بالنسبة اللي ما بيعرف شو كاتبة بصفحتها امبارح. امبارح بتاريخ 7/3 كتبت عن ما حصل في الساحل، اللي هي بتسميه طبعا مجزرة. هلا بقرا لكم شو كتبت وبعطيكم نبذة عنها، خاصة لحبايبي بمصر، الناس الطيبة، الناس الأمراء. إنه إذا ما بتعرفوا مين هي سلاف خليها علي وأنا حعرفكم بما يرضي الله. طبعا لا أكذب بحرف. ماذا كتبت المؤيدة لبشار الأسد ولقتل الشعب السوري؟ ماذا كتبت في صفحتها؟ حدث في مثل هذا اليوم أن كل دقيقة مرت فيه كانت ب100 سنة. عن ما حدث إمتى؟ ب7/3/2025 بالساحل. وأن ألمه يعتصرنا سنة بعد سنة بعد سنة لا يزول، وأن من فارقونا فيه هم بيننا. أشعر بدني. وجوههم نضرة، أصواتهم صداحة، ضحكاتهم نابضة، كمان أشعر بدني، وآهاتهم مجلجلة. وإن رحلوا عنا باقونا ما بقي التراب والهواء والماء. 7/3/2025 الساحل السوري. طبعا أنا ما عمي أشعر بدني استخفافا بالأبرياء اللي راحوا، لا، استخفافا في ما تسمى من يكتب هذا الكلام. يعني إذا حدا تاني كتبه ما عندي مشكلة، تمام، أبدا ما عندي مشكلة نهائيا. ولكن عندي مشكلة مع هي اللي ما مطلوب منها تسافر، ما مطلوب منها تغادر مصر، ما مطلوب منها. ليش؟ عندها مشكلة، ما بتأيد السيد أحمد الشرع. هي الحقيقة. يعني خلينا هلا نحكي، بس اللي بيأيد بشار لوين لازم يروح؟ على روسيا، عشان يكون في عدالة. أنا هذا برأيي. العدالة بتقول إنه اللي بيحب السيد أحمد الشرع مثل ما أنتم عم تعملوا الآن، عم تسفروا لسوريا. هي التعليقات هيك عم تقول من بعض الذباب الإلكتروني. طبعا لا أريد أن أعمم، لأنه الشعب المصري شعب طيب، والشعب المصري بيعرفني أساسا مين أنا. يعني أكيد غالبية الناس اللي كانوا متابعيني بيعرفوني، بيعرفوا مواقفي، وبيعرفوا ما بحكي إلا كلمة الحق. وأنا كنت بتمنى سابقا، يعني مو سابقا، بتمنى يعني أن يزور مصر، بس ولكن يعني لا أستطيع. بدي لكم شيء مهم. بالحق والباطل في شعرة، في حق وفي باطل. بأي دولة بالعالم بيكون في حدا مثل سلاف غير مفروضها ما يحترم. هاي الإنسانة اللي عم تكتب هذا الكلام عن ما حصل بالساحل. هقرا لكم شغلة مهمة جدا كمان. لحظة شوي. طبعا هي زارت إيران وصار هلأ في حرب على إيران. طبعا هي قلبها أكيد مع إيران، قلبها مع حزب الشيطان. خليني أقرأ لكم شيء مهم عن ما تدعيه سلاف فواخرجي، وهذا شيء موثق من مصادر موثقة. كتب الأستاذ أحمد كامل: بعد سنة من التحقيقات تأكد أن حصيلة، اسمعوا، مذابح الساحل، حأجي معك يا سلاف، ماشي، مجازر العلويين كما تقولين، من كل الأطراف، يعني من كل الأطراف، مين؟ العلوية والأمن العام، هي مقتل حوالي 1500 شخص كلهم مع الأمن العام. 1500 شخص، حوالي 500 سني، حوالي 1000 علوي، جنات وأبرياء ونص نص، هيك ما كتب السيد أحمد كامل. وبالإجماع، اسمعي يا سلاف، لا سلاف ما دخلني، اسمعوا يلي انتم ممكن تصدقوا سلاف.
وبالإجماع سبب الأحداث هو هجوم مسلح للعلويين من بقايا النظام الهمجي، ليس العلويين، يعني فئة من العلويين هن بقايا النظام الهمجي، يعني أمثال سلاف فواخرجي، ضد قوى الأمن والمدنيين. شو رأيكم؟ بهدف إعادة النظام الإجرامي الساقط. هذا هو الهدف من العملية، عملية الفلول. تمرد الفلول كان هدفها إسقاط الدولة وإعادة هذا النظام الساقط برئاسة هذا المجرم بشار الأسد، اللي صورته هون إن شاء الله خلف القضبان قريبا، حيكون قريبا خلف القضبان يا سلاف. أنا اللي بدي أقوله الكذب واللوفكة ما بيمرقوا على حدا. أنا ليش عم بعمل فيديو؟ هلأ الشعب السوري ومعظم الشعوب العربية بتعرف من هي سلاف، بس مشان في بعض الناس ما تنخدع، ما أنه هي حاليا بمصر وعم تكتب هذا الكلام، ممكن ناس بسطاء ما يعرفوا. سلاف مؤيدة لقتل الشعب السوري طوال فترة الثورة السورية المباركة، كانت تؤيد بشار الأسد، وطبعا عدة لقاءات كانت معه هي ومأزوع جوزها، تمام. وطبعا بصدورها العارية، يعني هيك كانت تقول هي انه بدها تحمي سوريا. ايه يعني هيك كانت تقول، يعني انا ما لي علاقة. سلاف فواخرجي صراحة كل العالم تحكي عن القتل والإجرام اللي انت بتسميه الآن تبع سهل، كل العالم تحكيها، كلها إلا انت، إلا أنت، لأنه أنت معروف موقفك مع بشار الأسد. وأنا بقول من البساطة، إذا كان في، يعني أنا قريت اليوم بصفحات، بعض الصفحات تعليقات من الذباب الإلكتروني ربما من بعض المصريين هيك، يعني من التعليقات أنه يرجعوا على بلدهم، يعمروا بلدهم. إيه ما في مشكلة، أنا معكم، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة ومشكورين، ما قصرتوا أبدا. ولكن بكل بلد بالعالم إذا بده يسفر حدا بيعطوه مهلة شهرين، زبط أمورك، بيع عفش بيتك، عمل كذا وبدها تسافر. بس إلا سلاف هي ما بتحبه للسيد أحمد الشرع، ما حيسفروها لعنده، بس هي بتحب بشار. أنا عندي سؤال، أليس من الأصح أو المنطقي كل من يحب رئيس كما أقرأ في التعليقات يسفروه لعنده؟ سفروها لعند بشار، هي كانت بتحبه كتير كتير، ولآخر ثانية كانت معه، يعني بآخر ثانية. ولمعلوماتكم نحن ما حدا طلب منها ترحل، ما حدا قال لها روحي. ولمعلوماتكم أكثر وأكثر، لو هي بقيت مين كان حيقرب عليها؟ لو هي بقيت بسوريا واعتذرت وقالت والله أنا كنت غصب عني، يعني مجبرة، يعني كان ماهر ماسك علي شيء وما بدي وائل يعرف، وأنا كنت يعني خايفة على الموضوع، والله ما كان حدا قال لك شيء، يعني كنا لفلفنا القصة وخلص، يعني عيلة وطيشة وتابت. ايه المشكلة؟ الله بيقبل التوبة. بس هي لا، أبت أن تبقى في سوريا. معقول تبقى في سوريا وجايين هدول جماعة الثورة يستلموا البلد؟ لا، ما معقول، مو منطق أبدا. بعدين أنا بدي أسأل سؤال، أنا بعرف أنه من يؤيد إيران مفروض يتسفر. عم تأيد إيران اللي عم تضرب دول الخليج، اللي عم تضرب دول الخليج. مو تقولوا لي والله بيجي هلا ذباب يقول لي لا ايران عم تقاتل امريكا واسرائيل. ايه صدقت، ايران فرضت عليها الحرب يا اعزائي الكرام، ايران فرضت عليها الحرب. ولكن هل يرضى اي عاقل في الدنيا ان تضرب دول الخليج؟ دول الخليج ترضى؟ مفروض ما تقبل أي وحدة مؤيدة لإيران. وهي أمس كانت بإيران، وشها حلو عليهم، وشها جميل جدا، يا دوبك راحت لعندهم أخذت جائزة تبع التمثيل. طبعا هي أعطوها جائزة التشبيح، جائزة التطبيل، جائزة أكبر مؤيدة وأفظع مؤيدة، حتى بعد ما سقط بشار وعرفت مجازره وشافت صيدنايا وشافت كل شيء، وهي بتعرف أساسا من قبل
رغم هيك طلعت على بودكاست ومدحت ببشار الأسد بكل بساطة. يا جماعة بكل بساطة، بكل بساطة. ما هذا؟ ما هذا؟ عم تحكي على مجازر الساحل اللي أنت سميتيها مجازر، تمام؟ ما لا أنت ولا صفحة هذا نص نصيص، هذا رامي عبد الرحمن، هذا اللي كاتب بسبعة كمان كل شيء عن مجازر الساحل وشو صار بالساحل، وراحوا يشعلوا الشموع وراحوا بدو شو يعملوا. ما لو كاتب كلمة، مع انه هذا مرصد، المفروض مرصد ها، المفروض يكون حقاني، ما يكون مع طرف ضد طرف، المفروض يكون حقاني، ما منزل ولا كلمة على الأمن العام. هذا اسمه تمرد الفلول. من كان سبب ما حصل بالساحل هم الفلول. من كان سبب ما حصل بالساحل هم رامي مخلوف وشو كان اسمه هذا محمد ايش، نسيت شو اسمه كمان، هذا اللي برا. هدول الفلول اللي معهم مصاري، اللي عندهم اموال، اللي عندهم، لحظه اطلع لكم اسمه. ايه، محمد جابر وامثاله اللي دعموا هي ومولوا واعطوا مقداد فتاحه والصرامي، كلهم هدول مين سبب اللي صار يا سلاف فواخرجي، اللي ساوى هالكارثه هي بقتل بغدر رجال الامن؟ هن فهموا التسامح بشكل غلط. هدول طبعا الفلول، هدول بعض الفلول مستحيل يقدروا يكونوا اساسا بشر عاديين، مستحيل يكونوا بشر عاديين. ليش؟ لانه مطلوبين. هدول مطلوبين فهدول شلون بدهم يزعزعوا الامن؟ بيقول لك بنعمل محاوله انقلاب فاشله. جاي عم تقول هي المدمعه، يا الله انا عن جد يعني اشعر بدني، عن جد اشعر بدني. تعوا شوفوا. وبعدين شو حاطه هون؟ حارجيكم شو حاطه. شموع يا جماعه، شمعة حبها. لك هي المخلوقة بعمرها ما قالت كلمة على مجازر بشار الأسد. الله لا يسامحك لا دنيا ولا آخرة، أنت وزوجك وكل من وقف مع بشار الأسد. لك اللي بيقولوا اللي استحوا ماتوا. لك في ناس كانت من الفنانين كانوا مطبلين للنظام مؤيدين، هلا تراجعوا، يعني حطوا على يعني خجلوا، يعني شوية خجل. ما بدها القصة، بس لا هي ما بعرف شو ماسكين عليكي. شو ماسك عليكي ماهر الأسد؟ وشوشيني ما بقول لحدا، ماسك عليكي شيء مش طبيعية. انت كل شيء بعيدة عنه. انك تفكري عن حالك انه انت انسانة مفكرة حالك انه عم تكتبي قال كل دقيقة مرت فيه كانت ب100 سنة. نعم، روحي اسألي أمهات الشهداء، روحي اسألي الثكالى، روحي اسألي المعتقلين قديش عانوا، روحي اسأليهم، روحي اسألي دموع الأمهات والآباء والأبناء، روحي اسألي الطفل اليتيم يلي بسببك أنت وسبب رئيسك تيتم. الله ما حيسامحك نهائيا. وإن ألمه يعتصرنا سنة بعد سنة بعد سنة لا يزول. إن شاء الله لا يقيم الشدة عن قلبك يا سلاف فواخرجي. وإن من فارقونا فيه هم بيننا، الله يجمعك فيهم عن قريب. آمين يا رب. وبرجع بقول أنا ما عم بتمقلس على اللي ماتوا، أنا عم بتمقلس على هي المخلوقة اللي عم تكتب، اللي هي العالم كله يكتب إلا هي. وجوههم نضرة، أصواتهم صداحة، ضحكاتهم نابضة، وآهاتهم مجلجلة. ربيتك شو مجلجلة، يخرب بيتك. وإن رحلوا عنا باقونا ما بقي التراب والهواء والماء. ماء. لا لا لا، عن جد، عن جد سلافي اللي استحوا ماتوا عن جد. وأنا برجع بقول بالله عليكم يا أحبابنا في مصر، السوريين اللي كانوا بمصر، حتى اللي طلب منهم الآن أن يرحلوا إلى بلادهم، هن وطالعين ما نسيوا أنه يتشكروا مصر. وأنا برجع بقول لكم الحكومة المصرية حرة تعمل اللي بدها إياه، لا حرية التامة تعمل اللي بدها إياه. بلدكم هي، أو يعني هن الحاكمين وهي بلدهم. بس ولكن بكل دول العالم إذا استقبلوا حدا يعطوه فرصة، بيقولوا له شهر شهرين بين ما زبط أمورك
إيه، ما إنك أنت بتحب أحمد الشرع، مع إنه ما بعرف إذا ليش عندكم مشكلة يا إعلاميين مصر مع السيد أحمد الشرع، هو رئيسنا، يعني نحن ما عم نتدخل مين رئيسكم، هو رئيسنا نحن رضيانين فيه، رئيس انتقالي، رئيس مؤقت، ما بتفرق. طبعا في تعليقات كتير سيئة على فكرة، ما بدي أحكيها ولا بدي أعمم، لأنه عن جد صراحة شيء مؤلم، شيء مؤلم. واحد مثلا اسمه ماهر فرغلي بيقول: أنا مع ترحيل أي سوري مؤيد لأحمد الشرع من مصر طالما هم مؤيدون لهذا النظام، لماذا لا يذهبون ويعيشون هناك؟ أما الآخرون غير المؤيدون له فلا مشكلة في بقائهم هنا، هذا رأي خاص بي. طبعا صفحته موثقة السيد ماهر فرغلي، وهو عم يقول انه هذا راي خاص فيه هو، بس في ذباب الكتروني عم يكتب كمان انه اللي بيأيد السيد احمد الشرع يروح لعنده، ايه ما في مشكله، واللي بيأيد بشار يروح لعند بشار. عادي، معادله سهله كتير يا استاذ ماهر فرغلي، صح؟ بعتقد معادله بسيطه وعادله يعني. تمام. على كل حال، شوفي يا سلاف، العهر، العهر اختصاصك، احنا ما دخلنا فيه، بس وجب علي انا انه اعمل هالفيديو هذا، لربما حدا ينخدع فيكي من أحبابنا الطيبين في مصر. صدقوني يا شعب مصر، أنا بحبكم من قلبي، ويمكن تعرفوا أنتم أنه أنا موقفي ثابت ما بيتغير، أنا مع الحق، يعني اللي بده يزعل يزعل، بده يرضى يرضى، بالنهاية وقت أنا بدي أنزل بالجورة وموت حأخذ أعمالي، ما حأخذ رضا حدا علي. تمام. أنا موقفي معروف، ومعروفة اتصالاتي، ومعروف موقفي مع الحق. ولا حدا يجي يقول لي نظام كان اخوانيه سلفيه مش عارفه ايه حنكليشيه، انا مالي تابعه لحدا، حتى انا ما عندي اي وظيفه بالدوله السوريه، بدولتنا انا ما عندي حد، يعني سيد احمد الشرع ما اعطاني وظيفه بالدوله، إيه، ولا بدي، بعدني مثل ما انا نفسي صحفيه حره، ناشطه اعلاميه صحفيه حره، ليس لي عمل اخر، اقول كلمه الحق لو على قطع رقبتي. تمام. واحلى شيء كل واحد عنده ميكروفون هيك لطيف صغير، موبايل ماشي حاله، مو آخر موديل بس الحمد لله، وبيطلع لوحده، بيطلع بيقول فكره وعقله واللي بيقتنع فيه، لا في حدا يمليه ولا سكريبت، ما حدا بيعطيني سكريبت، أهم شيء لا بالسابق ولا الآن. هي الراحة النفسية اللي كل إنسان. حتقولي أنت مؤيدة للرئيس أحمد الشرع، نعم مؤيدة للسيد أحمد الشرع، وأفتخر، وأفتخر. وكان لي لقاء في بداية التحرير في القصر الجمهوري، نعم أفتخر يا سلاف، وأنت تفتخرين بلقاء هذا المجرم. شوفي هذا، أنت تفتخري بهذا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على هذه النعم يا سلاف، الحمد لله رب العالمين. أنا بستغرب والله بجد، يعني لازم يكون في يعني عدالة بالموضوع، ما أنه في تسفير للسوريين اللي بيحبوا السيد أحمد الشرع، لازم اللي بيحبوا بشار نسفروا لعند بشار. فكرة يمكن ما كانت جاية على بال المسؤولين اللي عم يسفروا السوريين. أنا برأيي هذا عدل. تمام. إلا إذا طلعت سلاف مثلا على صفحتها الرسمية فيديو صوت صورة وقالت لا أنا ماني مع بشار وبشار مجرم، أنا ما بدي أروح سافر لعنده، ساعتها هيك شيء تاني، بتكون مواطنة عادية ما لها مأيدة بشار. إيه ممكن ساعتها لا تسفروا ولا هني على روسيا، برد كتير، لأنه وهي ما معودة على البرد، يعني يعني ما معودة على البرد. حتى اسألوا ماهر الأسد بيعرف، صحبة كانوا كتير، صحبة كتير كانوا هي وبشار وماهر ووائل مقرن. على كل حال سلاف، العالم كلها تكتب عن الإنسانية وعن الأخلاق وعن العدالة إلا أنت، بليز. أوكي خليكي عم تمثلي، يعني بدي لكم شغلة يا مصريين، على فكرة وشها مو حلو، على أول ما تروح لمكان بينتحس، راحت على إيران شفتوا شو صار. وبرجع بقول يا جماعة يلي بأيد إيران شو بنقول له؟ خاين، خاين. نعم كانت ولا زالت تؤيد بشار وتؤيد إيران، وهي هدول تهمتين بحد ذاتهم، ما بدنا نزعل من دول الخليج، ما هيك؟ لأنه مو عيب ما يحصل من إيران، وإجرام طبعا
وما تفعله في دول الخليج. الله يحمي هي الدول، يحمي بلادنا، والله ينتقم من إيران وأذنابها. نعم نحن فرحانين بهذا الأمر، والله يضرب الظالمين بالظالمين. تمام؟ إن شاء الله نسمع خبر الاثنين، حتى النتن وكلهم ولا بتفرق معنا، بس لا حدا يبكي على جراحنا، لا حدا يضحك على جراح السوريين، ولا تخلوا سلاف تضحك عليكم يا مصريين أبدا، لأنه لا يحق إلا الحق، وبالنهاية الحق واضح. صح؟ تحياتي لكم. حتى لو ما كان بيعجبك كلامي حاول ما تشتم، اكتب رأيك بدون شتيمة، لأن الشتيمة بتلف وبترجع لصاحبها تاني. وبرجع بقول أحبابي وغوالي على قلبي الشعب المصري، أنا بحبكم من كل قلبي، الشعب المصري الطيب، شكرا لكم على حسن الضيافة. تحياتي. لا تخلوا سلاف تغشكم، انتوا واعيين هي كذابة كانت مؤيدة لمجرم قاتل، والآن عم تتغنى وعم تتباكى وعم تعمل مظلومية على كذبة عم يعيشوها هن. تمرد الفلول تذكروها، اللي غدروا بالأمن العام. الله يرحم كل من راح ضحية الغدر، إن كان من الأمن العام أو من الساحل المدنيين، والله لا يرحم الفلول اللي كانوا السبب. تحياتي لكم. سلاف انت اللي جبتي لنفسك، يلا على نفسي هاجنت براخش. تحياتي للطيبين، مش لإلك سلاف.